هذه اسهل طريقه خاوتي تقدر تخدم بها النوقه. بصح النوقه الناشفه هذه راك تشوف فيها كيما راك ماهيش اللي تعلق. دوك نعطيك الطريقه كيفاش تخدم النوقه الناشفه. نحاول نهضر بفصحى عربيه باش الناس تفهمني، بس كاين برانيه ما فهمونيش. عندنا هنايا مقادير: عندك رطل كاوكاو مقشر ومحمص سخون، وعندك 150 غرام عسل، العسل هذاك العادي نونورس ولا كذا، ومغرفه صغيره نتاع جليكوز هذه كيتباع الباطا ب20000 وكاين 15000. انت هز مغرفه صغيره نتاع قهوه. هذه طريقه سهله ما فيها لا دير كراميل، كاين اللي ما تصلحلوش الكراميل وكاين اللي يتكلكل وكاين قدان واحد. المهم تبعني خويا دوك نقول لك واش دير. الكاوكاو قلنا لازم تحمصه يكون سخون، لازمته يكون سخون باسكو عليه كلش بارد. الاخرين هو لازم يكون سخون باش يدخلوا فيه يندمجوا فيه كيما نقولوا المقادير نتاعنا. فهمت صاحبي؟ وشوف واش دير. هز الكاوكاو نتاعك هذاك وروح ارحيه. كي ترحيه موش تقلبو مرحي بودر، نص نص يعني كون نقولوا نص رحيه، كيما نقولوا اخدم بلا فيتيس بريمير. اضرب واطلق اضرب واطلق اضرب واطلق، يخرج لك نص مرحي نص مكسر شويه برك، شغل تكسر وانت ماكش ترحيه. فهمت صاحبي؟ تفرج مليح خالي. دوكا نوريك مرحله بمرحله. قلنا قلنا رطل تاع كاوكاو. انا درنا رطل الكاوكاو نتاعنا، هاو شوف كيفاش يعود. راك تبع فينا. نقول لك نص رحيه ونص شغل مكسر برك. تبع مليحه صاحبي. هذه راهي تصلح اللي جان كامل يقدروا يصلحوها، النساء ما يعرفوا الحوايج هذه. نهضر لك على الجان يحب عجبته الفكره وحب يخدمها. في وسط الكومنتير نتاعك صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتفكرني بدعوه للشيب الله يرحمه. هنا العسل نتاعنا بديروا كاوكاو سخون، فهمتني؟ وبدا خلط. هنا العسل تاعك دوك يبدا يدخل لداخل. كي يعود الكاوكاو مازال سخون يحكم فيه العسل، كون يعود بارد والاخر بارد ما يحكمش فيه، يقعد يتفتت. فهمت صاحبي؟ قلنا 150 غرام عسل في رطل الكاوكاو. حب تدوب المقادير دوبل على روحك، سما 300 غرام عسل بكيلو كاوكاو محمص وسخون. فهمتني صاحبي؟ روح تفرج. من بعد نديرو هنا المغرف نتاع الجيلاتين هذاك، الجلوكوز استغفر الله يا رب. هاو الجلوكوز عندك مغرف. هنا لازم كيعود سخون باش يتفتح، سينو يبقى مكتل. هذا الجلوكوز هو يمد القوام نتاع انها تعود حاكمه روحها. فهمتني؟ الجلوكوز هو اللي يعقل لها القوام نتاعها، هو اللي يريقلها. الجلوكوز راهو حاجه مليحه ياسر في الخدمه هذه. هنا صاحبي بعد ما تخلطها مليح وتشوفها بدات تحكم روحها تعجن مليح، جيب السيرسو. هذا السيرسو مش بلاطو، هذا راهو سيرسو شغل كركاز، والتحت اللي راهو بلاطو. فرج فيه ورق الزبده هذاك ولا ادهنه بالزيت كيما تحب انت. فيه هذا 30 على 25. هذه ديمونسيون المقادير هذه تخرج لك بلاطو تاع 30 على 25. وابدا رص رسمي هنا في الرصان. شفت الرصان هذا هو الرسمي هنا باش ما تتفتتش من بعده، باش في التقصان نتاعها ولا كذا ما توليش كيما نقولوا تتفتت. راكم فاهمين قصدي واش معناتها؟ حتى هذه نشرحها عادي مبقاش. فهمت؟ هنا نبدا رصها صاحبي. عندك بالسباتيل ولا كيما نقولوا الرولو ولا بطبسي ولا ببلاطو فوق بلاطو، المهم رصها مليحه صاحبي. فهمت يا خالي؟ بعد ما ترصها مليح كيما راك تشوف هكا، رص مليح، بعد رص الماكسيموم. الرسم يكون في الرصان. هذه الحكمه تاع الخدمه هذه. لا اله الا انت سبحانك كنت من الظالمين. بعد ما ترصها صاحبي خليها تبرد شوي، ومن بعد روح دخلها الفريجيدار لمدة واحد ربع ساعة. تعود صاي حكمة روحها، ما تخليهاش تبات. ربع ساعة الماكسيموم. بعد ما تبرد ابدا هنايا خرجها، او انا بعد ما مزاوي رص مليح، بعد ما تدخلها الفريجيدار من بعد 10 دقائق الماكسيموم ربع ساعة، عاود خرجها باش تساعدك في التقصان. كنت تخليها تبات في الفريجيدار ما تعودش تقصلك، تعود تتفتت. ما لا هي تعود مازالت حكمة روحها وفي نفس الوقت تطاوعك في القصان. فهمتني صاحبي؟ هنا نوريك باللي راهي القص الرسمي في الرصان. هنا صاحبي راك تنحي السيرسو تاعك بعد ما خرجنا من الفريجيدار. السيرسو تاعك نحيه عادي بالكوانات برك. واللي مش فاهمني شو هو السيرسو دوك تعرفوا واش هو. نهضر مع اللي جان مسا مانيش نهضر معاكم بس راكم فاهمين الحوايج هذه. ومش عيب صاحبي انا قلنا خدمات كيما هذه والله ما تستحقرهمش. هاو السيرسو معناتها غير كركاز برك، السيرسو معناتها كادر. هنا ابدا قصة صاحبي. شوف كيفاش انت حاب تخدم حاجة رخيصة، حاب تبيع حاجة ب1000 فرنك ولا ب2000. هنا القصة نتاعك يا صاحبي اللي تلعب دور كبير. حاب ديرها 1 سنتيم على 5 سنتيم، ديرها 1 سنتيم على 7 سنتيم، ديرها 2 سنتيم على كيما تحب انت، واقسمها للخسارة نتاعك.
احسب كاوكاو تاعك، احسب العسل تاعك، واحسب الاخرين والجيلاتين، وشوف انت قديش خسرت وقديش خرجت لك نحبه، وسعر صاحبي. دوكا كل واحد كيفاه يقص، ما نقدرش نقول لك انا قصه وحده والبري واحد، وربي يعاونكم. شوف صاحبي، ركز معايا دقيقة برك في المشروع هذا، راهو حاجة خفيفة ظريفة ودوموندي وتدخل لك مصروفة زينة كي انت كي اختنا اللي راهي قاعدة في الدار. مشروع خفيف ظريف، نوقة مقصودة عند المحلات، عند المقاهي، عند جماعة التاي، وزيد نعطيك فيه لافونتاج انه تاعها التغليف نتاعها حاجة مش مكلفة خلاص. مشروع بحد ذاته ما يلحقلكش 200 الف صاحبي، وانت مداير مشروع وماشي به. راس مالنا وش هو؟ كلش عندك في الدار، المقله عندك، الميزان ممكن عندك، كلش عندك، ما تحتاج والو. اخدم بالكيلات يا سيدي، ما تحتاجش ميزان. النوقه راهي كاينه انواع، كاين النوقه اللي تتعلق، كاين النوقه كومبلي، كاين النوقه كيما هذا مرحيه، كاين النوقه اللي تجي قاسيه، انواع. شوف لاروسيت اللي تساعدك، روح اليوتيوب اكتب نوقه. كاين خوتنا المراركه يخدموها، كاين خوتنا كيما نقولوا مصاروه يقولوا لها الفوليه. عندنا هنا النوقه، عندك انواع. شوف النوقه اللي تساعدك يا صاحبي واخدمها. انا وريت لك الفيديو هذا، كنت قادر نهضر عليه غير عليها، بس انا وريت لك الفيديو باش تشوفها ماهيش مكلفه ومش مجهده. كي انت ثاني اخدم عادي خويا كيما نقولوا حنايا، باش تعاف ولا تجيك عيب انك تخدم مشاريع تاع حوايج تاع كوزينه، ما تقولش راهي غير للنسا، حتى الرجال يخدموا بها صاحبي، مادام يدخل لك مصروفها بالحلال ما تعافهاش. شوف صاحبي، هاي قدامك المقادير. عندك السكر راس مالك، شوف شو هو. عندك السكر ذوبه تخدم به كراميل. وهنايا شوف انا على حساب علمي، الفرق ما بين النوقه ديك اللي تجي قاسيه والنوقه اللي تجي طريه اللي هو الماء. هنايا على حسب كميه الماء اللي تزيدوا في الكراميل هذا. اذا جات ليكيد بزاف راه تجيك طريه، اذا جات ناشفه راهي تجيك حاكمه روحها قاسيه كيما نقولوا، تجي ما تعلقش. هنايا انا ما شفتوش مداير مواد حافظه. انت من بعد هذه الزبده واش دير؟ دوكا تشوف كل حاجه عندها فايده، بس كاين تلقى ما يخدموش بالزبده وكاين اللي يخدموا بالزبده. الزبده هذه واش دير؟ تنحي لك الحريق نتاع كيما نقولوا تاع العسل هذا. كاين عسل يدير الحريق، كاين نوقه تاكلها تحس بالحريق. هذا الزبده شغل يقلبها حنينه شويه على الكراجم. كاين اللي يزيدوا لاسيد سيدريك وكاين اللي يزيدوا القارص. علاه؟ باش تولي شغل ماده حافظه. تقدر انت كي تعود تخدم في الكراميل نتاعك دير طرونش تاع قارص. كيما كاين اللي يخدم به كاوكاو كامل، كاين اللي يخدم به هكا يرحيه. شوف انت وش يساعد صاحبي، اخدم برك وخلاص. حد الان ما عندنا حتى مصاريف راهي في السلعه. كي نقول لك مصاريف في السلعه سما راك تريكيبيرها كتبيع. يعني كي نقول لك مواد اوليه، البلاطو هذا عندك في الدار، هذه اللي راهم يلبزوا بها عندك في الدار، جيب اي حاجه. عندك الرولو هذا كاين في الدار، كلش عندك في الدار، ما عندك حتى سبه صاحبي. مسطره نتاع ولدك صغير ولا خوك ولا كذا منه وطراسي. دوكا لا ديمونسيون اللي تحبها نتايا، كيما هنايا تحب ديرها مثلا بالطول، تحب ديرها بالميزان كيما تحب. هي المليحه مادام نخدموا باكاجينغ هذا نخدموه احنا على اساس طول. هنا العرض تاعها ممكن 2 سنتيمتر ولا 2 سنتيم ونص كيما تحب انت، حسب البري اللي راك نديرو في راسك تبيع. تاكي تفردها كيما نقولوا، تفتحها في البلاطو تشوف قداش تخرج لك نحبه، وتشوف انت قداش الخسائر نتاعك، واحسب. مثلا انت خسرت كيلو كاوكاو، نديرو حساب خفيف، كيلو كاوكاو يدير ب 30,000 قرو جمله. هسه انا كنهضر لك على الباكاجينغ برك. الباكاجينغ شوف هذا الساشيات يتباعوا، كانوا يبيعوا فين بكري الزراعه. تحب قال لك ديرها في ساشيات ولا ديرها في البايت؟ حتى فكره نتاع البايت مليح، تفهم كيما راهم هاك. 6 فصاحب يبيع له بالباطه فيها 4 5 حبات. الساشيات هاهي تاع الزراعه تاع بكري تفاله ولا كاوكاو هذاك، واحد لسان متعكل. الكاوكاو هذاك هاو كيما راهو. دوك نوريك من بعد كيفاش تغلفهم. ها حط باك الحبه نتاعك، هاو كيف راهو. تكاليفها مش مكلفه، عندك كاوكاو والسكر وشويه زبده وشويه قارص، واخدم على روحك. وجيب هذيك البلاكه ولا شو يسموها البنات بابيليز ولا شو يسموها هذه الحداده، ولا المهم البلاكه اللي يديروا على الشعر. واقبض من الفوق صاحبي انت راك خادم اباراي تاع تغليف كيما راه. شوف ما شاء الله، حاجه كتديها كيما هكا بريزونتيا، حتى الكيوسك يقبضها عليك كيما وريتكم تاع الكاوكاو. ها شويه تاع النوقه يخدمها ما شاء الله. تحب تزيد لها تيكي من الداخل، تحب كيما تحب تزيد. حط في باطه كيما هكا، مش بشرط كرتوني، قادر تجيب بايت جطابل هذوك وحط فيهم 6 في خويا 20 حبه 30 حبه، وقد ما هزت لك الباطه هزت لك. هذه راهي ممكن تقام لك غاليه الباطه هذه. اخدم الباطه تاع البلاستيك اللي تفرمى هذيك. كاين بايت ديروا 1200 1500 2000 هذيك دير فيها كيما راهو خونا هكا. افتح والله يا خاوتي غير ما شاء الله. راس مال قلنا كيلو كاوكاو نورمالمون معاه يجيك معاه كيلو سكر والباقي ماء. كيلو كاوكاو ب 30,000، كيلو سكر ب 40,000.
سلام، ان شاء الله راكم بخير. شوفوا اليوم جبت لكم حلوى بدون طي اللي هي حلوه النوغا بالديول. هذه الحلوى كنت باغيه نديرها في العيد الصغير ولكن ما قدنيش الوقت، ما كفانيش الوقت. قلت ان شاء الله في العيد الكبير نديرها لكم وتشوفوها لانها تستاهل تجربوها، بنينه بزاف. اللي يبغوا القرمشه هيا لا قدامكم، راهي متماسكه وواحد القرمشه فيها ما نقولكمش. ان شاء الله تتبعوا الفيديو وتشوفوا الطريقه والمقادير. انا عندي اول مرحله الديول هنا كميه ما كنتش مقيدين بها، كاع المكونات ما كنتش مقيدين بها. المهم ديروا وراق تاع الديول، تحمصوهم في الفرن، تعسوهم خما ينحرقوا لكم. انا هنا صراحه درت 6 تاع وراق تاع الديول، جاتني هذه الكميه. فتتهم مليح بيدي. نتوما دابا تديروهم في الاشوار ديروهم، ولكن حرزوا طحنوهم بزاف. ننصحكم تفتهم غير بيديكم هكا باش يبقوا هكا قطع باينه. هنا عندي كيله تاع كوكا ويكون محمص ومطحون شويه خشين. هنا عندي كيله ماشي معمره تاع بسكوي بيمو، هنا اختياريه، ممكن تستغناو عليها، ولكن كي تضيفوا هذه تعطيكم حلوه بنينه. هنا حلوه الترك ايضا نص كيله تاع حلوه الترك، تفتوها مع هذه المكونات. انا ماذا بيا تزيدوا كميه الكوكا والديول هكا باش تعطيكم نتيجه مليحه. هنا عندي تقريبا 200 غرام تاع شوكولا بيضه دوب، تهزت لها شويه تاع زيت، حوالي ملعقتين ولا تاع زيت هكا باش تجري لي شويه، ونبداو نلمو في الخليط تاعنا. قلت لكم حلوه سهله ما فيها لا تعب لا والو، ونتيجتها رائعه بزاف. كاين بزاف اللي عجبتهم هذه الحلوه ما عرفوش باش مخدومه، قلت ان شاء الله نديرها لكم وتشوفوا طريقتها. هنا كنا نديروا حلوه تشبه لهذه الحلوه ولكن نديروها في الشوكولا السوداء ولا بالحليب، ونديروها في الفيرميسيل ايضا تجي شابه بزاف. دابا تشوفوا الوصفه روحوا عندي في اليوتيوب، في قناتي في اليوتيوب كاين وصفات بزاف ممكن تعجبكم. هنايا نخلطوا الخليط تاعنا كما راكم تشوفوا. هنا ماذا بيا يكون جاري على هكا ماذا بيا، ولكن هذه الشوكولا البيضاء راهي مرونه ولكن كان خصها شويه باش تجي خير وخير. هنا تجيبوا اي مول تاع السيليكون، ما تقيدوش بهذا المول، اي مول يكون معاكم ممكن ديروه. ممكن هذوك ديروا لي فيهم فراغات، ولكن فراغات تعرفوا من بعد باش تعمروهم. انا بغيت ندير هكذا المول اللي ما فيش ثقوب باش نزينو تزيين خفيف، وتعمروا وتضغطوا مليح باش يدي الشكل تاع المول تاع السيليكون اللي عندكم. هنا درت لكم شكلين، نتوما اختاروا اللي يجيكم سهل. انا عمرت المول تاعي بهذا الشكل، والكميه اللي بقات لي درتها في مول في بلاطو. دوك نوريكم الشكل تاعها. هنايا دخلوها في الكونجيلاتور، ماش تاخذ وقت طويل وتجمد معاكم. كما راكم تشوفوا شكلها جا شباب، جات متماسكه، وايضا تقلعوها بكل سهوله من المول تاع السيليكون اللي راكم درتو فيه. هنا كما قلت لكم درت الشكلين، هذا هو الشكل زينته غير بحبه تاع اللوز، بقات لي شويه الشوكولا بيضاء اللي سقت بها هذوك حبه تاع اللوز، ولا اي تزيين. نعرفكم باللي عندكم افكار، ممكن عندكم افكار خير من هذه. هنا الكميه اللي بقات لي درتها مربعات كما راكم شفتوا، زينتها بورد الشوش كما راكم تشوفوا. هنا هذه غادي نقسمها لكم تشوفوها راهي متماسكه وشاده روحها، والقرمشه ما نقولكمش، والبنه تاع المكونات تاع الكوكا، ولا ممكن تغيروا اي نوع من المكسرات يجيكم رائع بزاف. ان شاء الله تجربوها وتكتشفوها وديروها تستمتعوا بالبنه تاعها. ان شاء الله ديروا حفظ لهذا الفيديو باش تصيبوه وقت اللي تحتاجوه، ونقولكم قارعوني في فيديوهات قادمه.